احتكاكات في هذه المناطق، تصادمات ما بين القوات الأمريكية والقوات الروسية ليست وليدة اللحظة أو حوادث عابرة، إنما في جوهرها تحمل صراع منذ أزل بعيد أثناء الحرب الباردة وحتى هذا الوقت. صراع على السيطرة على المنطقة، على بوابة الشرق الأوسط، على سوريا، لكن يبدو أنهم تقاسموا هذه المناطق فيما بينهم، مناطق نفوذ أمريكية ومناطق نفوذ روسية. قد يكون هناك البعض من يفكر لماذا نحن نتدخل في هذه المسألة وما شأننا بالصراع الدولي والإقليمي؟ كيف لا وهذا الصراع تدور في هذه المنطقة وفي الشمال السوري بشكل خاص. لماذا الشمال السوري؟ لأن في المخططات ومشروع الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد للسيطرة على المناطق التي تمر بها طريق الحرير، الطريق الدولي كما نحن نسميه أو كما يسميه الإعلام انفور. تارة الدولة التركية تريد السيطرة، وتارة الروس يريدون السيطرة، وتارة يفكر الأمريكي بأن يبقى جيوشه وقواته هنا للسيطرة على هذا الطريق. أنا أريد أن أكون فاسدة. هنقول له وقت عاد شارع بنا جديد حقه حق ربطه وطبقة ودراسة وحفظته من 10 كيلومتر. يفجي سيكو شعب عبد الزقاقة كده. هكذا دامكي سازيكي فاسدة ناس هذه كمان فاسدة.